سمعوا شنو قال الإعلامي المصري جمال عالم على داك الشيء اللي وقع في الفينال. كاين كلام كبير على مؤامرة تحاكت ضد المغرب بمشاركة دول عربية، واليوم غادي نكشفوا المستور. قبل الماتش الصحافه نوضات الصداع وقالت باللي المغرب غادي يدي البطوله بالزز ولا بالتحكيم. هاد الهضره كانت غير باش يضغطوا على اللعابه ويوسخوا السمعه ديال المملكه. جمال عالم أكد باللي المغرب نظم أحسن نسخة في التاريخ ديال كان بشهادة الغرب براسهم، الملاعب، اللوجيستيك وكل شيء كان طوب، وهذا الشيء اللي حرق بزاف ديال الناس. علاش الفار ما تدخلش في داك البيلانتي، وعلاش اللعابه ديال السنغال ما احتفلوش مع ميندي فاش صد الكره؟ تساؤلات غريبه خلات بزاف يشكوا في داك الشيء اللي وقع وسط التيران. المغرب دار مجهود جبار من الماكلة، النظافة والاستقبال العالمي، ولكن في التالي نكروا الجميل. جمال عالم قالها نيشان، هاد الناس ما كيقدروش القيمة ديال العمل اللي كيديروا المغرب. الهجوم ما كانش غير في التيران، بل حتى في النفسيه ديال اللعابه. بغاو يبينوا باللي المغرب كيربح غير بالكواليس، ولكن الواقع كيبين باللي الخدمه والعقل هما اللي وصلونا لهذا المستوى. في الاخر القافله تسير والكلاب تنبح. المغرب كيبقى كبير بمبادئه وبالتاريخ ديالو، وهاد المحاولات ديال التشويش ما غادي تزيدنا غير قوه واصرار